ده جيل ما يعلم به الا ربنا. ابني المراهق يجي من بره جري على اوضته ولا كأننا موجودين. ايه، ما بقيناش قد المقام للدرجه دي؟ لا طايق يشوفنا ولا طايق يقعد معانا. جه خيرك يا حبيبي، تعالوا نفكر ايه اللي ممكن يخلي ولادنا المراهقين يتقوقعوا وياخدوا جنب وينعزلوا ويعملوا لنفسهم عالم خاص بيهم في اوضتهم مع اصحابهم. اكيد في مشكلة بيننا وبينهم في التواصل وفي التعامل. أول حاجة إن إحنا نكون على طول بننتقدهم، بنلومهم، بنسم بدنهم، قاعدين لهم على الوحدة في كل كلمة وكل حركة. وطي صوتك وإنت بتتكلم. قبل ما تتكلم معانا كده وتاخد وتدي، قولي كده إيه اللي إنت هببته امبارح في المدرسة ده؟ ما تتكلمش مع أختك بالطريقة دي، أنا ما بحبهاش. بطل هز في رجلك. المنظر المقرف اللي انت عامله في شعرك ده، انت هتقعد معانا وانت عامل كده؟ افتكروا بقى الاهالي لما تتكلم بالطريقه دي ولادهم هيقعدوا معاهم ولا هيجروا منهم؟ تاني حاجه، الاستهزاء والتريقه على افكارهم ومشاعرهم وارائهم. تبقوا انتوا اللي بتطلبوا رايه في الموضوع، ولما يجي يقول رايه تقولوا له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ بس اسكت اسكت، وانت فاهم حاجه؟ ويا بقى لو قال رأيه من غير ما تطلبوه منه على أساس إن هو فرد في العيلة يعني وكده. هو أنت إيه اللي دخلك في الموضوع أساسا؟ حد طلب رأيك؟ ادخل يلا على مذاكرتك. يا اختي حلوة، ده انت كبرت بقى وبقى ليك رأي. انت لسه صغير يا حبيبي، مالك انت ومال كلام الناس الكبيرة دي؟ انت عارف لو تركز في مذاكرتك وعشر التركيز اللي بتركزوا في كلامنا كان زمانك فلحت. انتوا هنا ضربتوا المراهق في مقتل. هو اهم حاجة عنده في السن ده الاستقلالية، وانه يثبت انا موجود، وان ارائي مهمة ولازم تحترموها. انتوا عملتوا ايه في المقابل؟ اتريقتوا، استخفيتوا، استهزأتوا. فهيعمل ايه؟ هينسحب من القعدة دي اللي هو مالوش اي 30 لازمة فيها، وهيروح يقعد في اوضته. يروح بقى لاصحابه اللي بيقدروه، اللي بيتقبلوه في كل احواله من غير ما يلوموه ولا ينتقدوه ولا يدوله كلمتين في جنابه، شايفين ان دماغه حلوة، اللي بيثقوا في رأيه وبيسمعوا له. انت لو مكان ابنك او بنتك هتقعد عشان يتسم بدنك مع اهلك ولا تروح تقعد في اوضتك احسن؟ قبل ما تطالبوا ولادكم باي حاجة افهموا كويس هما محتاجين منكم ايه.